صباح الفل عليكم. النهارده هنعمل مع بعض الفطير المشلتت في الطاسة على عيون البوتاجاز بكل سهولة. يعني هتشوف الطريقة دي كل يوم هتعملي فطير، وكمان هنعمله بالزيت، ولو حابة تعمليه بالسمنة أو الزبدة برضه هتعمليه. هقولك على كل التفاصيل اللي تطلع معاك الفطير حلو جدا كده وطري ومورق ومستوي تسوية مظبوطة، مع ان احنا مسويينه في الطاسة على عيون البوتاجاز. بس تابع الفيديو بكل تفاصيله عشان تشوفي الفطير ده القمر ده عملناه ازاي. بس اتمنى ان انت تحطي لي لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتيش معايا في القناه اشتركي وفعلي الجرس على الكل عشان ينزلك كل فيديو. على المقادير على طول، معايا 5 كوبايات من الدقيق، ومعايا كوبايه من الميه. هحط فيها نص معلقه من الملح ومعلقه كبيره من السكر، وهدوبهم كده. وبعدين بعمل حفره هنا وانزل بالميه، وبجيب كوبايه ميه، على فكره ميه عاديه من الحنفيه، بنزل بالميه تدريجيا. شيل المعلقه كده. كده اخدت كوبايتين الميه كلهم. بصوا انا هحتاج معلقتين من الميه كمان، لان في دي بيشرب سوائل كتير وفي دي لا. المهم ان انا هوريكم قوام العجينه في الاخر. هفضل اعجن في العجينه كده لحد ما قوامها يبقى ناعم معايا خالص. فضلت اعجن فيها كده لمده 5 دقايق لحد ما العجينه تبقى ناعمه معايا بالشكل ده. وده القوام بتاعها، بتبقى طريه شويه وملزقه. بصوا العجينه بتبقى مطاطه معايا مش متقطعه. هحطها كده وهسيبها تستريح شويه. بعد ما العجينة كده استريحت معايا هبتدي اقطعها، بس بدهن الطبق بتاعي دهنة من الزيت، وهقطع العجينة بتاعتي لكور كده حسب حجم الفطيرة اللي انت حباها. حباها كبيرة بتقطعيها كبيرة، حجمها صغيرة بتقطعيها صغيرة. انا قطعت الفطيرة يعني حجمها وسط كويس كده. عملت الكمية دي على 8 فطاير، وبحاول ان انا يبقى كل الفطاير مقاس بعضهم، وهو كان الفطيرة مقاسها حوالي 150 جرام. وبعد كده بدهنهم دهنة من الزيت من على الوش كده عشان ما يعملوش معايا طبقة قشرة من فوق، وبغطيهم واسيبهم مرة كمان يستريحوا. بعد ما الفطير كده العجينة استريحت معايا، بجيب كده شوية من الزيت. احنا هنعمل الفطير بالزيت، طبعا لو حابة تعملي بسمنة او زبدة فما فيش مشكلة، بس لما نستخدم الزيت نستخدم زيت يكون نوعه كويس، ما يكونش ليه اي ريحة. ابتدي بقى اجيب الفطيرة وابتدي افردها. شوف هي لما استريحت مفروده معايا بكل سهوله خالص. بسحبها كده من بره لجوه في منتهى السهوله. شوف الفطيره اهو. اظن مفيش اسهل من كده، بتسحبيها من بره لجوه كده خلاص هتفردت معايا الفطيره. نديها دهنه بالزيت وبطبقها. بدي دهنه بالزيت واعملها على شكل كور بالشكل ده. بخلصهم كلهم بنفس الطريقه كده، وهنرجع اقول لكم هنسويهم ازاي.
طبقة هبقى دهنها برضو بالزيت كده وهركنها فيها، هسيبها فيها تستريح شوية كمان. دي اللي عملناه كده على البوتاجاز في طاسة. انا لسه ما ولعتش البوتاجاز، بس في الطاسة كده بحط نقطة من الزيت كده وادهن الطاسة، وبعدين بجيب اول فطيرة انا فردتها وابتدي افردها على قد ايه الطاسة. بعد كده بقى بولع البوتاجاز. عايزه اوريكم، بصوا النار بتاعه البوتاجاز بتبقى هاديه خالص، وبحط كده عليها الطاسه وهغطيها، بغطيها. كل شويه ببص عليها وبقلبه من قبل، يعني ما اخليش الجنب يستوي على اخر، كل شويه بقلب فيه بالشكل ده. يعني هي خدت لون خفيف اقلبها وبعدين بغطيها، وبعدين شويه ابص عليها واقلبها. بفضل بنفس النظام اقلب فيها واغطيها عشان تستوي تسويه مظبوطه، والفطيره تبقى مستويه من جوه، وكمان بتقب معاكي لما تبقى مستويه مظبوط. فبتفضلي تقلبي فيها على نار هاديه وتغطيها عشان تستوي معاكي مظبوط خالص. هفضل اقلب فيها كده. الفطيره خلاص كده استوت معايا، شوفوا شكلها قبه وجميله جدا ومستويه تسويه مظبوطه. يعني كمان الفطيره بتبقى مديه قربشه خفيفه من بره وطريه ومورقه بالجو. بشيلها بقى كده خلاص، شوفوا شكلها. بعدين بقى بشيل الطاسه، اسيبها تهدى شويه وبعدين برجع تبرد شويه، بعدين اهديها دهنه بالزيت واحط الفطيره التانية وافردها واكمل التسويه بنفس الطريقه. كل الفطاير هعملها كده. ده شكل الفطير بعد ما خلصناه كله. شكله جميل جدا وسويناه بسرعة جدا وعملناه على عيون البوتاجاز بكل سهولة. يعني انت كل يوم هتعملي فطير. شوف شكل الفطيرة، وهفتحها واوريها لكم دلوقتي. بص، عايزة اوريكم الفطير قد ايه طري، في قرمشة خفيفة من بره وطري ازاي، لكن هو من جوه طري ومورق وطبقات مورقة جدا.